يا ترى عمرك فكرت ان في زرار معين في موبايلك بتدوس عليه يوميا مئات المرات ببلاش، مع ان الزرار ده تحديدا ممكن يكون هو باب رزق ليك او مصدر دخل اضافي وانت مش واخد بالك؟ ايه هو الزرار ده وازاي ضغطة واحدة عليه ممكن تتحول لفلوس حقيقية؟ السؤال ده غامض شوية بس اجابته هتغير نظرتك لموبايلك تماما، وهقولك الاجابة بالتفصيل في اخر الفيديو، بس ركز معايا في كل كلمة جاية. اهلا بيكم يا شباب. النهارده هنتكلم عن حاجه بقت جزء لا يتجزأ من روتين يومنا. التطبيقات اللي خلت حياتنا اسهل بكتير، من اول تطبيق التواصل اللي قربت المسافات، تطبيقات البنوك اللي خلتنا نخلص معاملاتنا واحنا في السرير، لحد تطبيقات الصحه والرياضه. بس النوع اللي هنتكلم عنه النهارده هو النوع الذكي، اللي بيعرف يستغل وقت فراغك ويحوله لمنفعه ماديه. وهنا بيجي دور التطبيق اللي عامل ضجه كبيره بقاله فتره، وهو تطبيق تولونا انفلونسرز. تولونا ببساطة هو منصة عالمية بتديك فرصة إن صوتك يوصل للشركات الكبيرة. الشركات دي قبل ما تنزل أي منتج جديد للسوق بتبقى محتاجة تعرف رأي الناس وميولهم ايه، وهنا تولونا بيكون الوسيط، بياخد رأيك في استبيانات وبيديك مكانه نقاط، والنقط دي بتتحول لفلوس أو قسائم شراء. طب ازاي نستخدم التطبيق صح عشان نطلع منه بأكبر فايدة؟ الموضوع بسيط، مش محتاج تكتيك. أول ما تحمل التطبيق من البلاي ستور بتسجل عادي جدا بإيميلك أو بالفيسبوك. أول وأهم خطوة، وأرجوك ركز هنا، هي ملف التعريف. البروفايل بتاعك دي استبيانات صغيرة عن حياتك: سنك، اهتماماتك، هل عندك عربية، بتدخن، عندك أطفال. لازم تجاوب عليها كلها بصراحة، لأن دي اللي بتحدد نوع الاستبيانات اللي هتجيلك بعد كده. لو طنشتها مش هتجيلك استبيانات، وبالتالي مفيش نقاط. بعد ما تظبط بروفايلك بتبدأ تظهر ليك استبيانات في الصفحة الرئيسية. كل استبيان بيبقى مكتوب جنبه مدته قد ايه، وهيديك كام نقطة. نصيحتي ليك ابدأ بالاستبيانات القصيرة في الأول عشان تحمس نفسك. كمان التطبيق فيه ميزة حلوة اسمها المحتوى المدعوم سبونسرد. دي بتبقى أسئلة سريعة جدا، بتديك نقاط قليلة بس بتجمع معاك مع الوقت. نيجي بقى للكلام المهم، ايه مميزات وعيوب التطبيق ده على بلاطة؟ المميزات ان التطبيق صادق، ودي اهم حاجة. شركة تلونا موجودة من سنين وليها سمعة كويسة، والتطبيق محمله 10 مليون مستخدم، وليها سمعة كويسة في الدفع. كمان طرق السحب متنوعة ومناسبة لينا في المنطقة العربية. ممكن تسحب رصيدك بباي بال، وممكن قسائم شراء من مواقع زي أمازون، وده بيخلي الاستفادة منه ملموسة، والواجهة بتاعته كمان سهلة جدا، بتدعم اللغة العربية بالكامل. أما العيوب بقى، ولازم تكون عارفها عشان ما تصدمش. أول مشكلة بتواجه المستخدمين هي مشكلة اسمها الاستبعاد أو سكرين أوت. يعني ممكن تدخل استبيان وتجاوب شوية أسئلة وفجأة يقولك عذرا أنت غير مؤهل. ده بيحصل لأنك مش من الفئة المستهدفة، ده بيحبط ناس كتيرة. والعيب التاني إن تجميع النقاط بياخد وقت، مش بيبقى مش بتبقى هتبقى مليونير في التطبيق ده يعني. هو مجرد مصروف جيب إضافي. كمان الحد الأدنى للسحب يعتبر عالي شوية مقارنة بتطبيقات تانية. طب الناس بتقول ايه على التطبيق ده في التعليقات في البلاي ستور؟ لو دخلت وقريت التعليقات هتلاقي انقسام. جزء كبير بيشكر مصداقية التطبيق وانهم فعلا استلموا فلوس او كروت شحن، ودول للناس اللي عندهم صبر واستمرارية. وجزء تاني بيشتكي من المشاكل التقنية، زي ان التطبيق بيعلق او الاستبيانات بتخلص بسرعة قبل ما يلحقوا يجاوبوا عليها. وفي شكوى متكررة من تأخير وصول الهدايا أو الفلوس، يعني ممكن تطلب السحب وتستنى أسبوعين أو 3 عقبال ما يوصلك. فالموضوع محتاج طولة بال. لو حسيت ان الترونة مش مناسب ليك او عايز تزود دخلك بتطبيقات تانية معاه، في بدائل محترمة جدا عندك. تطبيق جوجل اوبشن ريورد، ده تبع جوجل واسئلته بسيطة جدا ورصيده بيستخدم في شراء تطبيقات او العاب. وفي موقع وتطبيق اسمه يو جيف، وده الاشهر في الشرق الاوسط، ومصداقيته عالية جدا واستبياناته ممتعة. وفي تطبيق ساوث جار بارك العلامة، وده فيه طرق كتيرة جدا للربح غير الاستبيانات زي مشاهدة الفيديوهات. نيجي بقى لإجابة السؤال اللي سألته لك في أول الفيديو. فاكرين الزرار اللي قلتلكم عليه؟ الزرار اللي تأكيده سبميت أو تصويت، الزرار اللي بتدوس عليه عشان تقول رأيك. في عصرنا ده المعلومة والرأي هما السلعة الأغلى. رأيك في نوع شيبسي جديد، رأيك في إعلان شفته، رأيك في خدمة العملاء، رأيك، كل ده بتكتبه وتدوس إرسال
هو ده الفلوس. الشركات بتدفع ملايين عشان تعرف انت بتفكر في ايه. وتطبيقات زي تلونة هي اللي بتخليك تبيع رأيك بدل ما تقوله ببلاش على القهوة. نصيحتي الأخيرة، التطبيقات دي كويسة كبداية أو تسلية مفيدة، بس متعتمدش عليها كمصدر دخل أساسي. جرب حمل التطبيق واملى وقت فراغ بحاجة ممكن ترجعلك بفايدة ولو بسيطة. لو عجبك الفيديو متنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد عن طرق الاستفادة من التكنولوجيا. سلام.